بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. فيديو جديد على قناتكم، قناة الدكتور مجدي عبد الستار. السؤال بيقول: هل ينفع تغذية العجلات على العلف الجاف بس؟ هل ينفع تغذية عجلات الجاموس على علف جاف فقط؟ طبعا مش صح. كل حيوان له احتياجاته من الطاقة والبروتين، وكل مرحلة عمرية وإنتاجية لها متطلباتها من الطاقة والبروتين. مش صح انك انت تشتغل على العلف الجاف بس، هتلاقي الحيوان بيضيع منك، وهتلاقي الحيوان بيتعب ومناعته بتضعف ويكون معرض للأمراض. فلازم يكون في توازن بين العلف الجاف والأخضر، عشان العجلة بتاخد كل العناصر الغذائية اللي تحتاجها للنمو والإنتاج. طبعا عايز كل الناس تراجع الفيديوهات بتاعتنا اللي موجودة الخاصة بالتغذية على القناة، عشان تفهم ازاي تأسس قطيع البقرة بتاعك. قطيع البقرة له احتياجات معينة غير الحيوان اللي بينتج، غير العجل التسمين. كل مرحلة عمرية ولها متطلبات في التغذية. ما ينفعش ان انا اجيب حيوان واهمل فيه او ما اغذيهش كويس. طب ايه الفايدة؟ طب انت بتعذب الحيوان، ما تعذبوش. يعني انت جايب الحيوان ده تعذبه، ولا جايبه تاكله وتاخد من وراه لقمه عيش؟ فلازم ان انا اركز كويس واغذي الحيوان ده كويس واديه المتطلبات بتاعته، حتى لو اصيب بمرض لا قدر الله يبقى عنده مناعه قويه يعرف يقاوم المرض ديت ويطلع منه بسهوله. يا رب تكونوا استفدتم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.